يا اسطى اشترك في قناتي واكتب تم. مش هتشترك؟ طب اشترك في قناتي واردها. برضه مش هتشترك؟ طب اشترك في قناتي واردها ب10. باتنين ونص. تعالى بص. باتنين ونص. تعالى بص. باتنين ونص. اديله 100. اتنين ونص. 150. 150 و70. اتنين ونص. اتنين ونص. اتنين ونص. اهلا بكم من جديد، معاكم احمد الجرنوسي، والنهارده هندردش مع بعض كده عن موضوع الناس اللي هي بتدخل في الكومنتس وتكتب اشترك في قناتي واردها، اشترك في قناتي واكتب تم، اشترك في قناتي واردها لك ب10 حسابات، اشترك في قناتي اقسم بالله هشترك في قناتك. انا مش حابب ان انا اكمل الموضوع هزار وضحك وكده، ولكن خلينا نتكلم جد وبالعقل شويه في الموضوع ده. لما باجي ادخل اتفرج على فيديوهات خاصه في المحتوى العربي، باجي ابص كده في الكومنتس اشوف التعليقات كده واراء الناس، عايز اشوف راي الناس عن الفيديو، بيعبروا عن ايه، هل الفيديو ده مفيد ولا لا، ايه اللي ما عجبهمش، عشان استفيد انا كمان من خلال التعليقات. لان الموضوع مش فيديو بس، لان ساعات اللي في الفيديو بيغلط او بيقول حاجات مش صحيحه، فالناس بتصحح له من خلال التعليقات. فانا بستنتج هل الفيديو مفيد ولا لا من خلال التعليقات بتاعه الناس ومن خلال اللايكس الموجوده على الفيديو. ولكن ببص كده على اول كومنت الاقي اشترك في قناتي وارضى لك، اشترك في قناتي واكتب تم، وواحد عامل بقى تعليق خاص كده ايه، الكومنت بتاع تبادل الاشتراكات، يعني مخصص حتى كومنت انك تدخل تشترك في القناه وهو يشترك في القناه، والناس اللي تيجي بقى يقول لك ده الكومنت المخصص لتبادل الاشتراكات بتاعتنا عشان نزود المشتركين عند بعض. فانا بفضل انزل بالسكرول بار كده لحد تحت، افضل انزل لا اشوف تعليق مفيد مش لاقي. معظم التعليقات اللي موجوده للاسف كلها عن تبادل الاشتراكات. طيب الموضوع ده انا لما بدات القناه كان نفسي ان انا يبقى عندي 10 مشتركين، وصلت ل 10 مشتركين بقى نفسي يبقى عندي 50، وصلت ل 50 بقى نفسي يبقى عندي 100، وصلت ل 100 بقى نفسي يبقى عندي 1000 مشترك على القناه. فموضوع المشتركين الزياده دول اكيد حاجه كويسه للقناه، ولكن لما انت بتقول لواحد اشترك في قناتي وهردها لك، طيب انت قناتك دلوقتي مخصصه مثلا قناه دينيه، هو قناته مخصصه مثلا لقناه بتاع رقص وترفيه وضحك ومرقعه والحاجات دي، فايه الفايده اللي هتعود عليك لما يجي يشترك في القناه؟ هو الراجل عمال يرفع لك في رقص وانت عمال ترفع في حاجات دينيه، انت بترفع في حاجات سياسيه وهو عمال بيرفع في حاجات كوميديه. والمصيبه الكبيره ان لو دخلت اشوف القناه حتى بلاقيها قناه مهويه ما فيهاش فيديوهات اصلا ولا فيها اي محتوى. طب انت دلوقتي عاوز مشتركين وخلاص، عاوز تشوف بس عدد مشتركين، فبالتالي مش هيكون في تفاعل اصلا عندك. ومعظم الناس اللي بتعمل كده بيجوا بعدها بكام يوم يروحوا ساحبين الاشتراك بتاعهم، ما بيبقاش هين عليه عين ان هو راح اشترك عند الشخص ده، فقول بقى ده تلاقيه نسي فانا اروح اسحب الاشتراك بتاعي من عنده. فشغل التعليق ده مش هينفع. المفروض دلوقتي انت تبني قناتك طالما دخلت على اليوتيوب، ابدا بالمحتوى بتاعك، اظهر المحتوى بتاعك للناس والناس هي اللي هتيجي تشترك عندك. ما ينفعش فيديو واحد بيتعب فيه ويسهر عليه وممكن يقعد اسبوع او اسبوعين، وفي ناس بتقعد شهر انها تجهز في فيديو بس عشان انت تشوفه، فبتلاقي اغلب التعليقات كلها تبادل اشتراكات. ما يعني الموضوع ما يصحش يعني، فما يصحش كده. ما يصحش كده، ما يصحش كده، ما يصحش كده. اتمنى اكون قدرت اوصل لكم الرساله ان موضوع تبادل الاشتراكات ده موضوع يعني للاسف ملوش اي لازمه من خلال المحتوى العربي بتاعنا. لما باجي ادخل على فيديوهات اجنبي والله ما بلاقي الموضوع ده، ما بلاقيش واحد اجنبي كده كاتب لك بليز سبسكرايب فور ماي تشانل وهردها، او سبسكرايبرز اكستشينج والشغل اللي هو الرخيص ده. بصراحه يعني في المحتوى العربي بتاعنا للاسف الناس بتستعمله استعمال خاطئ. واللي يغيظك اكتر انك ممكن تلاقي تعليق كده ايه، واحده دخلت تعلق تعليق مثلا الفيديو ده جميل الله يبارك فيك مش عارف ايه، وحاطه صوره بنت مثلا، تلاقي واحد روش كده دخل كتب لها رقم تليفونه انا مش عارف مين من بلد كذا وده رقم تليفوني، اتمنى التواصل خاص والتعارف الجاد وافتح لك الكاميرا وابعت لك كارت ب10 ويفضل يسبب لها في الكومنتات. فيا جماعه الشغل ده بصراحه ما ينفعش يعني. اتفرج على الفيديو وقول رايك بجد. عايز تقدم حاجه يعني قدم محتوى او قدم فيديو من خلال التعليقات برضو ممكن تقول يا جماعه انا عملت فيديو عن كذا، فيا ريت تدخلوا تشوفوه مثلا، ولو عجبكم اشتركوا في القناه لو انتم مهتمين بالمحتوى بتاع قناتي. يعني انت بتقدم لهم معلومه من خلال الكومنتات، ده انا ما بعترضش عليها، ممكن تعملها عندي من خلال الكومنتات. وحتى والله الناس اللي بتدخل تبادل الاشتراكات دي ما برضاش برضو ان انا اكسر بخاطرهم وامسح لهم الكومنتس بتاعتهم، لان بكل بساطه انا ممكن اعمل بلوك لاصحاب القنوات دي او الناس اللي بتدخل تكتب الحاجات دي. ولكن برضو انا يعني حابب افيدكم، اكيد انتم ما تعرفوش النقطه دي او ما عندكوش علم بموضوع ان تبادل الاشتراكات حاجه مش كويسه، فبتمنى انكم ما تعملوش الموضوع ده. اي واحد فعلا هدفه ان قناته تعلى وتزيد، ولكن الكلام ده بيجي مع الوقت، بيجي مع الفيديوهات والمحتوى اللي انت بتعمله والتعب اللي انت بتعمله، علشان على الاقل تحس بتعبك. عيبنا ان احنا كعرب بنحتاج او عاوزين ننجح بسرعه، نرفع الفيديو ننام ونصحى نلاقي كل حاجه بقت تمام، الفيديو عدى مشاهدات وكسبت منه فلوس قد كده وجالي عدد مشتركين وكل حاجه بقت تمام التمام. لا الموضوع يا جماعه
بياخد وقت، مش معنى ان هو شغل على اليوتيوب او شغل على النت يبقى انت هتكسب في يوم وليله. في ناس والله وهنقول ناس ليه، انا ما قبضتش من يوتيوب غير بعد اكتر من 6 شهور او 7 شهور اصلا شغل على اليوتيوب. كانت اول دفعه ليا، كنت فرحان جدا بيها بعد تعب 7 شهور فعلا تعبتهم بجد من خلال القناه، وحسيت بالتعب ده. ولكن كل التعب ده بيروح لما بشوف تعليق جميل، لما بشوف مثلا حد عمل لي لايك على الفيديو، لما بشوف الفلوس بتاعت اليوتيوب بتبسطني برضو، مش هكدب عليكم. ولكن مش الهدف الاساسي برضو الفلوس، الهدف الاساسي دلوقتي اني افيد الناس. وبرضو مش عيب لما انا اقبض او اخد حاجه مقابل الشغل والتعب اللي انا بتعبه. انا دلوقتي الساعه عندي 4:30، يعني اللي مخليني سهران واسجل وهي الناس نايمه ومفيش صوت ده علشان انت تسمع الفيديو، تحط كده الهاند فري، ادي الهاند فري يا ريس، وتحطه في ودنك كده وتسمع وتبقى رايق كده، ومحدش ولا في دوشه ولا في زن ولا في اي حاجه. فده برضو حاجه يا ريت تقدروها، واتمنى اكون قدرت اوصل لكم الرساله ومحدش يزعل مني لو كنت هزرت في بدايه الفيديو ده، بس يعني ده طبعي صراحه والله ما بقدرش ان انا اغيره. يا ريت في الاخر بقى لو عجبكم الفيديو تضغطوا لايك ليه وسبسكرايب او اشتراك القناه من الايقونه الحلوه المدوره الجميله دي، واشتركوا في قناتي واكتبوا تم من خلال الكومنتات. اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. كان معاكم احمد الجرنوسي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.